مشاهدينا الفاضل، طابت اوقاتكم. مع الفضاء الاريتريان نحييكم ونقدم اليكم نشرة اخبار المساء، ولكن في البدء نستهلها باهم وابرز العناوين. وفد اريتري يحضر المؤتمر الوزاري 19 لدول عدم الانحياز. إحياء يوم الأغذية العالمي واليوم العالمي للقضاء على الفقر. إطلاق مبادرة لتوسعة مركز صحي عد قبرة. الشرع يجري مباحثات مع بوتين في الكرملين. باكستان وأفغانستان تتفقان على هدنة مؤقتة. مادورو يستنكر الانقلابات الأمريكية في أمريكا اللاتينية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. يشارك وفد إريتريا برئاسة السفيرة الدائمة لإريتريا لدى الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسفاماريام في المؤتمر الوزاري النصف الموسمي 19 لدول عدم الانحياز، والذي عقد في كامبالا يومي 15 و16 من أكتوبر. وفي كلمتها أوضحت السفيرة صوفيا أن التحديات المشتركة التي تواجه البشرية اليوم تشمل الافتقار إلى السلام والأمن والانقسامات الجيوسياسية وتزايد عدم المساواة والأزمات البيئية وتهميش نصف الكرة الجنوبي من عملية صنع القرار. وأشارت قائلة أن إريتريا لديها عهد قوي بالاعتماد على الذات اقتصاديا وضمان العدالة الاجتماعية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والشراكة الدولية، موضحة بأن إريتريا ستعمل على تعزيز التعاون مع دول عدم الانحياز في مجالات التجارة ونقل التكنولوجيا واستثمار الموارد البشرية وغيرها من المجالات التي تدفع بالنمو المستدام. وأكدت على أهمية احترام سيادة الدول واستغلالها وسلامة أراضيها وحرية قرارها في شؤونها الداخلية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بمبادئ التنوع والتعايش السلمي والحفاظ على سيادة الدول كجزء من الرؤية المشتركة لدول عدم الانحياز. وذكرت السفيرة الدائمة الإريترية لدى الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسفاماريام في الختام أن إريتريا تعارض بشدة أي تحرك عشوائي ينتهك هذه المبادئ المقدسة لتثبيت المصالح الجيوسياسية، لأنه سيؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار الإقليمي والدولي. هذا وقد تأسست حركة عدم الانحياز في عام 1961 لتأمين مصالح البلدان النامية، ويبلغ عدد أعضائها 121 عضوا، مما يجعلها ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة. تم اليوم 16 من أكتوبر في قاعة فندق مينفي إحياء يوم الأغذية العالمي تحت شعار يد بيد من أجل أغذية ومستقبل أفضل، واليوم العالمي للقضاء على الفقر تحت شعار تمكين المجتمعات للقضاء على الفقر وزيادة الرخاء من خلال مكافحة تغير المناخ وضمان الأمن الغذائي. حضر الحفل كبار المسؤولين الحكوميين والجبهة بما في ذلك الوزراء والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في إريتريا وممثلي بعثات الأمم المتحدة في إريتريا وغيرهم من الضيوف المدعوين. وذكر المدير العام لقسم الخدمات التشريعية والرقابية بوزارة الزراعة السيد تخلاب مسجنا أن الاحتفال المزدوج يتم إحياءه ليس فقط كجزء من الأولوية الوطنية لإريتريا، ولكن أيضا كحجر الزاوية في استراتيجيتها التنموية، مؤكدا أن الحكومة تعمل بلا كلل على زيادة الدخل وإدخال أساليب تكنولوجية جديدة لتطوير أساليب الزراعة التقليدية وتشجيع التقنيات الزراعية المتقدمة والمستدامة مع مراعاة حماية البيئة. وأكد المدير التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو الدكتور كيو دونغيو وممثلة المنظمة لدى إريتريا السيدة إيريلا جليني عبر الفيديو أن المنظمة تسترشد بمبادئ أفضل منتج وأفضل تغذية وأفضل بيئة وأفضل حياة، وأكد بأن سياسات وزارة الزراعة تمهد الطريق لتعزيز الجهود المشتركة. وأضاف ممثل البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إريتريا الدكتور بالأمين أن المبادرات جارية لإدخال أساليب زراعية صديقة للمناخ في مختلف المناطق، وأن القضاء على الفقر عملية تتطلب جهودا متضافرة. هذا وقد شاهد المشاركون مقاطع فيديو ومعرض للمنتجات الزراعية من شركات تصنيع الأغذية الناشطة داخل البلاد. نظم قسم الزراعة بالتعاون مع قسم السياحة بالإقليم الأوسط اليوم 16 من أكتوبر محاضرة حول أهمية البطاطا الحلوة لأصحاب المرافق الخدمية والمزارعين في الإقليم الأوسط. وتضمنت المحاضرة مواضيع مثل تعريف البطاطا الحلوة ومحتواها وفوائدها وطرق تحضيرها غذائيا وطرق إنتاجها والعناية بها ومزايا وأهمية البطاطا الحلوة. وأوضح مسؤول فرع تنمية البذور السيد إبراهيم رأيا في كلمته أن وزارة الزراعة تعمل على توسيع نطاق تنمية البطاطا الحلوة في جميع المناطق وفقا لخطتها الاستراتيجية الخمسية،
وذكر المشاركون أنهم وجدوا أن المحاضرة عززت معرفتهم بأهمية البطاطا الحلوة، وحثوا الجهات المعنية على مواصلة تنظيم برامج مماثلة لرفع الوعي والوصول إلى الجميع. وأضاف مسؤول فرع تراخيص العمل والتنظيم المؤسسي في قسم السياحة بالإقليم الأوسط السيد تخلو قبر الأول أن هنالك خطط جارية لتوفير التدريب لمقدمي الخدمات السياحية بالتعاون مع قسم الزراعة والأراضي. قام سكان عد قبرها بمبادرة لتوسيع المركز الصحي بقريتهم حسب ما أفاد به مراسل وكالة إيرينا، ويتضمن المبنى الذي لا يزال على قيد الإنشاء 16 غرفة وصهريج ودورة مياه وصالة انتظار الحوامل وسكن الكوادر الطبية بالإضافة إلى المخازن والمكاتب. وقال مدير ضاحية عد قبرها السيد سقاي كستي أن 60% من العمل قد تم إكماله وسيتم إكمال المتبقي بأسرع وقت ممكن ليبدأ المركز في تقديم الخدمات بشكل أفضل. وأشاد مسؤول المركز الصحي السيد سمري قبر ميكائيل بمبادرة السكان، وقال أن غرفة انتظار الحوامل ستساهم بشكل كبير في سلامة الأم والطفل. ضاحية عد قبرها هي واحدة من الضواحي 28 التابعة لمديرية دبارة، وتقع على بعد 35 كيلومترا جنوب قلب أسمرة. قيم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية قمحرية يوم 15 من أكتوبر أنشطة التأهيل الاجتماعية والتنمية. ركز الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجان المجتمعية وإدارات 18 ضاحية على قضايا أسر الشهداء والمعاقين والمرأة الراعية المحتاجة، وتقرير مفصل عن الدعم المقدم. وقدم مسؤول المكتب السيد سبات لآب والقرقيس تقريرا عن المميزات والقصور في العمل، وذكر أن مسؤولية تحديد المحتاجين ومساعدتهم تقع على عاتق كل مواطن. وقال مدير مديرية قمحرة السيد يماني أبرة أنه من المتوقع أن يقوم أعضاء اللجنة المجتمعية بمعالجة أوجه القصور والعمل بشكل فعال، مؤكدا على أهمية التنظيم المجتمعي لتحسين معيشة الأسر الفقيرة. عقد مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في سفارة إريتريا بجنوب السودان السيد رمضان أحمد الدين في جوبا يوم 12 من أكتوبر اجتماعا حول تقوية التأطيرات الوطنية. ركز الاجتماع المنعقد مع أعضاء مجلس الجالية ومجلس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وأعضاء الجبهة على الأهداف الاستراتيجية الأساسية للجبهة الرابعة والمبادرات التي يجب اتخاذها لتعزيز التأطيرات الوطنية. وأوضح السيد رمضان أن أهداف الجبهة الرابعة هي تحقيق مواطن إريتري مؤثر يمتلك وعي وطني قوي ومحافظ على الوحدة والروابط القوية مع بلاده ويلعب دورا مهما في بناء البلاد والدفاع عن سيادتها. وقال أن المواطنين المقيمين في الخارج يلعبون دورا حاسما في نجاح برامج بناء الوطن، ولتحقيق ذلك يجب تقوية التأطير. كما قدم قنصل إريتريا في جمهورية جنوب السودان السيد سقاي محاري ورئيس اللجنة الوطنية السيد ماريكوس مرهاسين أفكارا وآراء بناءة حول تعزيز التأطيرات الوطنية. وقدم المشاركون من جانبهم اقتراحات وآراء بناءة معربين عن استعدادهم لتلبية المتطلبات. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري أحمد الشارع في الكرملين، حيث يقيم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بعد فراره في زيارة هي الأولى من نوعها للشارع إلى موسكو، أجرى فيها مباحثات ناقشت ملفات عدة. وخلال اللقاء قال بوتين أن التعاون بين روسيا وسوريا سيجلب نتائج جيدة للبلدين، مؤكدا أن العلاقات بين موسكو ودمشق قوية منذ أكثر من 80 عاما. وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو مستعدة للتواصل عبر وزارتي الخارجية في البلدين. ولفت بوتين إلى أن اللجنة المشتركة للبلدين سوف تستأنف عملها قائلا: نحن مستعدون لإنجاز مشاريع عدة. من جهته قال الرئيس السوري أن بلاده تعمل على إعادة تعريف طبيعة العلاقات بروسيا، مؤكدا احترام كل ما مضى من اتفاقيات مع موسكو. اتفقت باكستان وأفغانستان على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 48 ساعة، وذلك بعد تجدد القتال بين الجارتين. وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن إسلام آباد وكابول ستبذلان جهودا صادقة عبر الحوار لإيجاد حل إيجابي لهذه القضية المعقدة التي لا تزال قابلة للحل. بدوره أكد متحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية أن بلاده أمرت قواتها أيضا بالتزام وقف إطلاق النار شريطة لا يرتكب الطرف الآخر أي عدوان. وجاء الإعلان عن الهدنة المؤقتة بعد ساعة من سماع دوي انفجارين في العاصمة الأفغانية.
وذكر مصدر أمني باكستاني لوكالة الصحافة الفرنسية أن إسلام آباد نفذت ضربات دقيقة في العاصمة كابول. إلى ذلك تسببت مواجهات في مقتل عشرات الجنود والمدنيين لدى تجدد المواجهات الحدودية وفق ما أفاد به مسؤولون من جانبي الحدود، مع دخول الاشتباكات أسبوعها الثاني، حيث اندلع العنف بين البلدين الجارين منذ الانفجارات التي شهدتها أفغانستان الأسبوع الماضي، ووقع 2 منها في كابول. استنكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الانقلابات التي نظمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في دول أمريكا اللاتينية في وقت سابق. وقال مادورو خلال اجتماع للمجلس الوطني للسيادة والسلام: حتى أي وقت ستستمر الانقلابات التي تدبرها وكالة الاستخبارات المركزية. إن أمريكا اللاتينية لا تريدها ولا تحتاج إليها وترفضها. ويأتي ذلك على خلفية صدور تقرير لصحيفة نيويورك تايمز التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن البيت الأبيض وافق على قيام وكالة الاستخبارات المركزية بعمليات سرية على أراضي فنزويلا تستهدف حكومة نيكولاس مادورو. وكانت الولايات المتحدة قد نفذت في الفترة الأخيرة عدة عمليات بالقرب من سواحل فنزويلا استهدفت فيها قوارب، وقالت أنها تابعة لعصابات المخدرات الفنزويلية. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تدرس توجيه ضربات إلى مواقع على الأرض في إطار الجهود لمحاربة تهريب المخدرات في أمريكا الجنوبية. في الخبر الأخير، سجلت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الجو أكبر زيادة على الإطلاق العام الماضي حسب إعلان الأمم المتحدة، داعية إلى تحرك عاجل لخفض الانبعاثات. وقالت المنظمة العالمية للإرصاد الجوي التابعة للأمم المتحدة أن ثاني أكسيد الكربون في الجو سجل أكبر زيادة منذ بدء عمليات القياس الحديثة عام 1957، مع بلوغ مستويات جميع الغازات الدفيئة الثلاثة الأساسية: ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز، مستويات مرتفعة بشكل قياسي. وجاء في النشرة السنوية للمنظمة أن الانبعاثات المتواصلة من غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب النشاط البشري وازدياد حرائق الغابات هي المسؤولة عن هذا الارتفاع، إضافة إلى انخفاض قدرة مصارف ثاني أكسيد الكربون مثل الأنظمة البيئية في البر والمحيطات على امتصاصه. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وفد دولة إريتريا يحضر المؤتمر الوزاري 19 لدول عدم الانحياز. إحياء يوم الأغذية العالمي واليوم العالمي للقضاء على الفقر. إطلاق مبادرة لتوسعة مركز صحي عبد جبرائيل. الشرع يجري مباحثات مع بوتين في الكرملين. باكستان وأفغانستان تتفقان على هدنة مؤقتة. ومادورو يستنكر الانقلابات الأمريكية في أمريكا اللاتينية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.